لي يا رب الابتلاء ده رغم إني بصلي ومبتلي وصاحبي مش بيصلي وحياته كويسه واحد. ربنا مش بيبتلي حد علشان يعذبه، الابتلاء امتحان ورفع درجات مش عقاب. ربنا قال إن الله إذا أحب عبدا ابتلاه، يعني أحيانا الشدة دليل محبة مش عقاب. اتنين، انت بتصلي وبتصومي وده يخلي ربنا يقويك الطاعة. مش معناها إن حياتنا تبقى كلها سهلة، بالعكس، الطاعة بتخلي قلبك ثابت وقت الشدة وتخلي ربنا يقف معاكي فيها. ثلاثة، اللي حياتهم شكلها كويسة مش شرط يكونوا مرتاحين من جوه، الراحة مش في الفلوس ولا السعادة الظاهرة. في ناس شكلها مبسوطة لكن جواهم قلق وفراغ ومشاكل محدش يعرفها. الابتلاء بيكشف لك حاجات، بيكشف قوتك وبيقربك من ربنا وبيجهزك لمرحلة أحسن وبيحميكي من حاجة أسوأ يمكن كانت هتحصل. ربنا شايف تعبك، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. عمرك ما هتتشافي ولا هتعدي من حاجة إلا وربنا شايفها ومكتوبة لحكمة. ستة، صدقيني، بعد كل ده بيجي الفرج، اللي يصبر يشوف واللي يرضى ربنا يعوضه. وانتي قوية وإيمانك واضح من كلامك، وربنا عمره ما يسيب حد لجأ له.